سيفين برايفت عبد الله أوجلان. فيلم سيفين برايفت رايان، إنقاذ الجندي رايان، الذي أنتج عام 98. تدور أحداث الفيلم حول عملية إنقاذ جندي أمريكي يدعى رايان خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تقوم كاتبة من 8 جنود من النخبة بالذهاب إلى قلب المعركة وراء خطوط العدو والبحث عن الجندي رايان وإنقاذه. تلقت الكاتبة حتفها من أجل رايان، والآن يتم عرض فيلم إنقاذ عبد الله أوجلان. فمنذ 26 عاما ما زال هذا الفيلم يفرض على الكرد من قبل ذهنية الدولة العميقة في تركيا، فتركيا تلك الدولة الاستعمارية وجندها تحاول صرف 40 مليون كردي عن المطالبة بدولة كردية وكردستان واللغة الكردية والحقوق الطبيعية المشروعة لشعب الكردي، والتضحية بأرواحهم من أجل الحرية الجسدية لعبد الله أوجلان. خلال سبعينيات القرن الماضي استخدمت الدولة التركية قضية أوجلان كخطوة استراتيجية تجاه الكرد. الجزء الأول من هذه الاستراتيجية تم تنفيذها بين عامي 74 98. حاولت الدولة التركية تحويل أوجلان إلى قائد وزعيم للكرد وقبوله لدى الكرد، فانخرط أمثال يالتشين كوتشوك والمؤسسات اليسارية التركية لتحقيق هذا الهدف. عبد الله أوجلان فكك الدولة التركية. يجب أن يموت الكرد من أجل أوجلان. كان أوجلان يفكر أنه كلما تجمع الكرد حوله أكثر كلما أصبح أكثر أهمية بالنسبة للدولة التركية، ولا يمكن الاستغناء عنه أو إيجاد بديل له. كما تنظر الدولة التركية أيضا إلى هذه المعادلة بنفس الطريقة. طالما يموت الكرد من أجل عبد الله أوجلان فهم سيظلون دوما تحت سيطرة الدولة وتحكمها. عام 99 توقفت الحرب. كان التنظيم وكوادره وجماهيره يمرون باضطرابات وارتباك. رأى التنظيم أنه بإمكانه تحفيز الشعب وكوادره، فانخرط هو أيضا في لعبة إنقاذ أوجلان. الجزء الثاني من مصيدة آبو، حرية أوجلان الجسدية. خلق أوجلان خلية سرطانية في سيسيولوجيا الشعب الكردي، قضى على أسمى مؤسسات المجتمع كالأسرة والمرأة، الزوج والزوجة والدين والمؤسسات التاريخية، وتجريدها من أي معنى. والضرر الآخر كان تجاه حرمة حياة الإنسان، فأوجلان قدس حرق الناس لأنفسهم وشرعنه. بعد عام 88 صنع أوجلان مجموعة من المريدين له المتعلقين به داخل أطر بككة، وخاصة بين النساء، حيث صنع لنفسه درعا من أرواحهم وأجسادهم. الخطوة الأولى خطتها سما يوجا، فأضرمت النار بجسدها في 21 آذار عام 98 في السجن. كانت قد حكم عليها بالسجن 22 عاما. يقال بأنها عوقبت لأنها كانت على علاقة حب مع مسؤول السجون في بككة. وصفت بعديمة الأخلاق والخائنة بسبب علاقتها هذه، وفتحت بحقها قضية تحقيق ومساءلة. كما كانت سما تعاني من مشاكل نفسية ويأس، ومن أجل أن تثبت نفسها للتنظيم أضرمت النار بجسدها. ولكن عندما أحرقت سما نفسها كان عبد الله أوجلان يمضي سهرة مظلمة مع نسوة أخرى في قصره. أيا ترى ماذا كان يفعل أوجلان عندما كان الناس يضرمون النيران بأجسادهم من أجله؟ منذ ذلك اليوم ولغاية الآن قام بككة وإعلامه وأوجلان بتشجيع شباب الكرد وتشويقهم لحرق أجسادهم. بعدها أقدم نحو 200 شخص على حرق أجسادهم، غالبيتهم في السجون وكذلك في الجبال وأوروبا. كان البعض منهم صغارا لدرجة أنهم لم يستطيعوا فهم معنى الحياة، وكانوا واقعين تحت تأثير دعاية التنظيم. كان معظمهم ممن يعانون مصاعب الحياة الشاقة، وفي النهاية سئموا من الحياة ويئسوا منها واستسلموا للموت. بعضهم لم يعد بإمكانه تحمل جحيم السجون، والبعض الآخر كانوا لاجئين يعانون أزمات نفسية. والملفت هو أنه عندما كان الناس ينظمون الفعاليات تحت شعار لن تستطيعوا حجب شمسنا، كان أوجلان يقول على متن الطائرة: أمي تركيا، أنا على أتم الاستعداد لخدمة تركيا. فعاليات تحرير أوجلان بعد 15 شباط، وخاصة بعد عام 2004 كانت نسبة 99% من أنشطة وفعاليات بككة
في أوروبا وباكور كردستان تركيا وروجافا كردستان كانت فقط من أجل أوجلان، الحرية الجسدية لأوجلان. ملخص هذه الفعاليات كالتالي: في عام 2004 تم إطلاق حملة للإفصاح عن النزاع في باكور كردستان. كتب آلاف الأشخاص رسائل تقول عبد الله أوجلان هو زعيم الشعب الكردي وهو إرادتنا، وسلموها للدولة التركية، وقد دعمت الدولة بنفسها هذه الفعالية. في عامي 2005 و6 انطلقت حملة تحت عنوان أوجلان إرادتي السياسية، وتم إشغال الكرد بهذه الحملة لمدة عام. في عام 2007 بدأت حملة بعنوان كفى، وقام الكرد بالفعالية من أجلها لمدة عامين. في عام 2007 ادعى باكك أن زعيمه آبو تعرض للسم في إمرالي. أضرب الناس عن الطعام وأحرقوا أنفسهم احتجاجا وإدانة لتسميم أوجلان. وفي عامي 2007 و8 تم إشغال الكرد بهذا الأمر، وقد مر 18 عاما على هذا الادعاء والزعم، ولا يزال أوجلان الذي يبلغ من العمر 76 عاما يتمتع بصحة جيدة. في عام 2009 انطلقت حملة تحت عنوان المحترم أوجلان، وعبر الناس عن أنفسهم بقولهم أقول لأوجلان المحترم، وقد أشغل باكك الكرد من تركيا إلى أوروبا بخطاب المحترم هذا لمدة عامين. عام 2012 بدأت حملات الإضراب عن الطعام في الزنازين والسجون. تم استخدام كوادر باكك في السجون كأدوات في يد الحزب وقت الحاجة. في هذا العام كانت هناك لقاءات بين باكك والدولة التركية، ولكن رغم هذا استخدم خلالها الحزب كوادره في السجون لمدة 68 يوما في حملات الإضراب هذه. في عام 2012 أيضا انطلقت حملة جمع التواقع من أجل الحرية الجسدية لأوجلان، وانشغل الكرد بها لمدة عامين. الإضراب الذي بدأته ليلى كوفن عام 18 له تاريخ مظلم من جميع الجوانب، فقد انتحر 7 أشخاص من أجل أوجلان. منذ عام 2012 لغاية 24 نظم باكك عملية في ستراسبورغ لمدة 12 عاما على التوالي باسم المناوبة، بدأت بالمسيرات الطويلة وما إلى ذلك. هذا الموجز واللمحة التاريخية تظهر كيف قدمت الدولة التركية عبد الله أوجلان باعتباره زعيما كرديا وفق خطة استراتيجية محكمة. فقد مر 26 عاما، وعوض أن ينظم الكرد فعاليات وأنشطة من أجل اللغة الكردية والثقافة الكردية وحقوق شعبهم، يتم اقتيادهم في حملات الحرية لعبد الله أوجلان وإبعادهم عن الأهداف الكردستانية. يرتبط اسم عبد الله أوجلان بجثامين شباب الكرد. بهذه الطريقة يتم إخفاء الدمار والكوارث التي صنعها أوجلان وتنظيمه، كما يتم التلاعب بعقول الكرد وخداعهم. ولا يستطيع علماء الاجتماع والمؤرخون الكرد من كتابة التاريخ الحديث والقريب لكردستان ما لم يدرسوا هذه الفترة وهذه الحقبة عن كثب، ويدرسوا ويحللوا استراتيجية مصيدة أوجلان. والآن تريد الدولة التركية قطف ثمار استراتيجية آبو التي استمرت لمدة 50 عاما، وتحاول استخدام أوجلان ضد الأمل الكردي الذي نام في روجافا كردستان.